يا مساء الفل والهنا، ازيكم يا رجاله؟ اخباركم ايه؟ بنتكلم النهارده على فجر يوم العمليه قبل ماتش اهو الاهلي وانبي، وممكن تبقى جوله من جولات الحسم. هندردش شويه في الموضوع ده. هنتكلم كمان في الفيديو ده على على اللغط بتاع موضوع التحكيم والحكام، ومين بيحكم لمين ومين اتكرر وبتاع. وهنتكلم كمان على مدرب الاهلي الجديد. آه، بس قبل ما نبتدي، بسم الله الرحمن الرحيم. واستاذنكم بس قبل ما نبتدي، لو يعني تقروا الفاتحه لوالدي وتدعوا له بالرحمه ولجميع امواتنا يا رب ان شاء الله. طيب، اول حاجه عايز ابتدي بيها، عايز ابتدي بموضوع التحكيم. خلاص. دلوقتي داير في كل حاجه اعلاميا ان لجنه التحكيم بتختار حكام معينين للزمالك، ولجنه التحكيم بتختار حكام معينين للاهلي، وما اعرفش الحكم اللي اسمه الغازي هيدير للزمالك تاني، والخمس ماتشات اللي كان معاهم ما اعرفش ايه كسبهم، وناجي هيجي للاهلي تاني ماتش ليه. بص، عشان بس ايه، اطمه احسن من نحته. الحكام في مصر عليا وعليك. خلينا بس نتكلم سكه ودغري. معلش البتاع كل شويه بينزل، انتوا عارفين يعني الواحد على الله حكايته. الحكام انا اسف. الحكام عليا وعليك. خلاص. حكم بقى غلطان، حكم يا عم انا ذمه الحكام كلها زي الفل، بس هم الحكام بيتعرضوا لضغط فبيتهز في الماتش، بيتهز من الجمهور، تمام، بس عليا وعليك. خلاص. هرجع تاني اقول لك، انا لو اكسب خرجت كل الكلام ده كله، يعني ما ولا هتكلم في حكام ولا هتكلم في قصه ولا هتكلم في حاجه. طيب، بس انا شايفها بشق تاني، يا رب يكون الشق التاني ده كويس. الشق ايه؟ الشق ان انت كاعلاميا كاهلي بتبتدي تضغط على لجنه التحكيم، تبتدي تضغط على اتحاد الكوره اللي اوريدي مبلعينك كذا حوار، يعني موضوع الفار وموضوع الانسحاب وموضوع تاني. هنرجع لكابتن محمود والنيله السوداء اللي عاملها فينا، بس كابتن محمود الخطيب. بس فكره انك تطلع في الاعلام وتصدر الموضوع ده، تمام، اوكي، يعني تخلي تركيز لعيبه الزمالك يتهز، واحنا كاسبينهم وهم هيلعبوا سموحه، وسموحه ده اللي هو فرج عامر، والماتش اللي بعده سيراميكا، وسيراميكا هيلاعب بيراميدز، فيبقى في ضغط من الحته دي. ممكن تهز شويه لعيبه الزمالك، خصوصا كمان ان احنا بعد ما كسبناهم صدرنا لهم مشاكل بتاعت اللي طلع مش عارف مين يقول لك شابوني ولا مش عارف مين، احمد يوسف ولا الشباب بتوعهم، طلع يقول لك ان الفريق لا يصلح وفي ناس كتير عايزه تتبدل ومين يمشي والاداره. فالمشاكل بتجيب لهم مشاكل وهم ما بيعرفوش يسيطروا في الحته دي، فاهم؟ لما بيقفلوا على نفسهم بيروحوا. فلو هي بتتلعب من الحته دي، شابو. لو هي بتتلعب من قصه المظلوميه وان انا ادعي المظلوميه تاني كاهلي، يبقى تاني كابتن محمود عايز لقطه. خلاص. اتمنى ان هي تبقى بتحصل في الموضوع ده، وانا من وجهه نظري متواضعه جدا حاسس ان هي بتحصل لتصدير الضغط. تمام. هقول لك ليه. لان فجاه دلوقتي موضوع اتكلمنا فيه في الفيديو اللي فات، لو ما شفتوش اتفرج عليه يشرفني يعني، على عضو مجلس اداره الاهلي محمد الضماطي اللي خانوا التعبير وخانوا الكلام على عقود الاهلي والكلام ده كله. فجاه دلوقتي محمد ضماطي والكلام في الموضوع ده اتقفل، فرجع تاني السيطره اعلاميا على المسج اللي انت عايز تقولها، و... واتفتح موضوع مدرب الاهلي الجديد اللي هو مين؟ اللي هو كابتن حسام البدري. طلع على لسان ابراهيم المنيسي، اللي هو ابراهيم المنيسي دلوقتي الاذاعه بتاعت داخل الاهلي. كان كابتن احمد شوبير لما كان في قناه الاهلي، فاهم؟ دلوقتي بقى ابراهيم المنيسي، بحيث ان كل الناس بقى تقعد تهلك وتتكلم في موضوع مدرب الاهلي الجديد، وان هو هيبقى وطني، وان هو يبقى حسام البدري. فهقول لك على حاجه. اولا حسام البدري انا مش حابب، يا ريت ما يبقاش هو مدرب الاهلي الجديد. ليه؟ لان حسام البدري احنا مش عايزين بس عارف اللي هو القديمه تحلى ولو كانت وحله. احنا بس مش فاكرين بس حسام البدري اللي قعد لنا عماد متعب، حسام البدري اللي بيعمل مع نجوم، بيعمل مشاكل مع نجوم، فاهم؟ وبيبقى عايز ياخد، بس هو برضو راجل عنده كسب شامبيون ليج، وعنده بس سحنه بنت يعني، فاهم قصدي؟ وكان معاه كابتن سيد في الجهاز الفني، فالاتنين كانوا عارفين يمشوها.
المهم فانا كرأيي كابتن حسام البدري مش احسن حاجه في الدنيا. نفسي يبقى تمام مدير فني وطني. هقول لك على حاجه، هو ليه الاتجاه لمدير فني وطني؟ رقم واحد، عشان ما نرجعش نلبس تاني في موضوع العقود، فمجلس الاداره بيلعبها اسلم حاجه، عشان ما ندفعش بالدولار، عشان ممكن ما نخشش البطوله الافريقيه، دوري الابطال، فنلعب شامبيون ليج، فما يدفعش قد كده ويجيب مدرب تعبان. انا بصراحه مش موافق قوي يعني على القرار ده، ومن وجهه نظري متواضعه ما شجعوش قوي. بس لو هنروح للمدرب الفني المصري، نفسي يبقى كابتن علي ماهر، او نفسي يبقى كابتن حسام حسن لو هو ما راحش المنتخب ولا حاجه. مع اني مش نفسي حسام حسن قوي، عشان برضه هنبقى فكره عكس مبادئ الاهلي ورجع وبعد ما كان في مشاكل وبتاع. فلو بقى فكره حسام البدري دلوقتي ان هي برضه عشان تصحي اللعيبه شويه، تخلي ان اللعيبه تلعب كويس، عشان عارفين ان في مدرب وطني جاي جديد، فالمدرب الوطني هيبقى هارشهم وهيبقى شايف مين اللي بيحصل وايه غير ما يجي مدرب اجنبي مش عارف حاجه عنهم، فاللعيبه تركز اخر ماتشين كويس، تمام، شابوه. لو عشان تطلع تقول تدي قنبله دخان لبيراميدز، ان هم بيراميدز انت عارف بترمي لهم اي حاجه بيروحوا يعضوا فيها، يقوموا هم يكلموا حسام البدري الاول ويعملوا بتاع، تمام، شابوه. يعني لو هي رايحه في الاتجاه ده، تمام. فدي القصه بتاعت المدرب بتاع الاهلي. انا دلوقتي يا باشا عندي الماتش اللي جاي، اتمنى ان الدوري ما يحسمش من الجوله بتاعت النهارده. كده كده احنا برانا الدوري، بس انا نفسي الامل الوحيد اللي بتمناه وبدعي ربنا عليه، وحسبي الله ونعم الوكيل في كابتن محمود الخطيب اللي حطينا في الموقف ده، ان نطلع الشامبيون ليج او دوري الابطال. فاتمنى ان الدوري الحسم ما يخلصش الموضوع ده النهارده. اي نتيجه سلبيه للزمالك او بيراميدز، طبعا نتامل خير في سموحه حبايبنا، نتامل خير في سيراميكا كابتن علي ماهر. طبعا عشان بس الواحد يبقى سكه ودغري، احنا ماتشاتنا اسهل، احنا هنلاعب انبي، ماشي، في غلاسه ما بيننا وما بينهم، بس اخر ماتش المصري طبعا قمه الغلاسه، بس كابتن عماد النحاس اللي بيدربهم، فان شاء الله ما يبقاش فيه الضغط ده. وكابتن علي ماهر بيدرب سيراميكا. ارجع بقى قول والله العظيم هات مدرب وطني وهات كابتن علي ماهر، يعني فاهم قصدي؟ يا ريت كمان يبقى فكره المدرب الوطني دي تعلوبه بيرموها لنا عشان نقبل بيها، وبعدين يرجع يقول لك علي ماهر، بس هو مش عايز يقول علي ماهر دلوقتي عشان ما يطلعش لغط وكلام وتشتيت، تمام، شابوه برضه. فدي كلها افتراضات وحاجات انا بدردش معاكم فيها، قولوا لي رايكم يا جماعه الموضوع ده. واتمنى ان النهارده نركز في الماتش بتاعنا، ملناش دعوه باي حد، نكسب ماتشنا النهارده، والحكام عليا وعليك. وانا مش شايف ان حكم 5 ماتشات او حكم 6 ماتشات او فيها مشكله، ما خلاص يا جدعان اللي يحكم، وهي كده كده حكامنا كلهم واخدين هوا يعني. ماشي، نتقابل ان شاء الله في لايف بعد الماتش ويا رب نكسب ان شاء الله. واتمنى ان الاهلي ينزل بنفس التشكيله اللي فاتت وبنفس الروح اللي فاتت، واتمنى ان جيس تروب يقعد بره وما ما يقولش حاجات كتير في الماتش. يا مسهل يا رب.